تصدقوا ان عاد المعجزات بتحصل لا حد الان. حصل معي انا موقف انا اعتبره معجزه، لانه لا يمكن يفعلوها البشر ولا يمكن يفكروا فيها البشر ولا يعتبروا البشر من هذه المواقف. واحد قبل يومين 3 أيام دخل قال لي يا دراسي شوف لي لو في حاله مرضيه بحاجه لعمليه قلب. ليش؟ قال يا أخي في واحد أنذر أنه يفعل لمريض قلب عملية. طيب أعمل إعلان بصفحتي؟ قال لا. حطوا علامة استفهام حول هذه؟ لا. لما قلت لا أنشر في صفحتي إعلان نشوف حالة مرضية لعملية قلب؟ قال لا. هذه لا. بالقصة إجابة. قال لي شوف لو في واحد جار أو شخص موثوق فيه، يعني ما يشتي يعمل العملية هذه إلا الشخص ثقة. قلت له ابشر. يوم ثاني فكرت كان به واحد في مستشفى النور بفعل عملية للقلب وله أكثر من شهرين بالمستشفى، ما بش معه يدفع حق العملية يخرج. أتواصلت مع فاعل الخير ما جاوبش علي، ما ردش. اتصل له ما ردش، أراسله ما ردش. حطوا علامة استفهام حول هذا ان انا واصله وهو ما يجاوبش علي. اراسل هذا فاعل الخير ما ردش علي علشان خارج هذا فعل العمليه في المستشفى، له اكثر من شهرين بالمستشفى وعادوا لحد الان موجود. طنشت الموضوع. يوم ثاني اصحى الولد يقول لي بهواء ام فلان داخل منتظره لك من قريه كذا كذا، جيت علشان تفعل لها عمليه للقلب. ايش عرفها ان انا بين ادور انا وفاعل الخير حاله مرضيه بحاجه لعمليه قلب؟ انا والله هذه اللحظه ما قدرت اخرج من غرفتي، لا يبسين رجلي، كنت ارتجف وانا باب الغرفه. لا اله الا الله. شوف الله كيف يسخر. انا دخلت لعند الحاله قلت لها خير؟ قالت والله يا ابني أنا بحاجة لعملية قلب وقد سرنا لا عدن وتبهدلنا ورقدنا فوق الرصيف ومدري ايش، وانهم على اساس قفلوا العمليات في عدن وهذا. قلت لا ايش بينش وبين الله؟ قالت والله اني لي شهر اطلع الجباء واقول يا رب مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لا اله الا الله. شوفوا سخر الادمي. دخل واصلني وقال شوف لو في عملية قلب مفتوح. قلت لا افعل اعلان في الصفحة. قال لا. واصلنا فاعل الخير من اجل الرجال نخرجه من شو رزقه الذي في المستشفى، وجاء رزق هذه المرة. جيت لا عندي وزد. قالت والله اني خرجت اليوم من البيت ومش عارفه لا فين عاد شلني قدامي وشلتني لا عندك. هذه اللحظة على طول تواصلت له فاعل الخير ورد علي بنفس اللحظة، مش ساعة الأول اتصل له ما يجاوبش، رد علي بنفس اللحظة. قلت له المريض عندي في البيت، قال نزل المستشفى. أطلعنا التقرير كان مع المريضة هذه تقرير من مستشفى النور ورجعناها لمستشفى النور، وعلى طول اتحركوا بمستشفى النور. الله يجزيهم خير ويجزي خير صاحبنا هذا الذي قال يفعل لها العملية، وعلى طول بنفس اللحظة فعلوا لها الفحوصات وفعلنا لها العملية حق القلب. ادعمت والحمد لله. خرجت بعد نص ساعة للعناية المركزة وجلست يوم بالعناية، ويوم ثاني رقود، ثالث يوم رقود، ورابع يوم قدي في البيت بخير على خير. اللهم لا الحمد لله الشكر. بس أنا من خلال الفيديو هذا كنت نشتي أوصل رسالة للناس إنك لا تتجه لا عند الشخص الذي تحتاج منه حاجة على طول، لا. أول حاجة اتجه لله سبحانه وتعالى. أنت اشكي ما عليك لأرحم الراحمين، وهو مريض قل يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أقسم بالله ما دعا الله إنسان ورجع خايب. شوف كيف سخر الله، كيف سخر الفاعل الخير هذا، وكيف سخرني، وكيف ادى الحالة هذه لا عندي للبيت. أقسم بالله ما أعلنت ولا كلمت أحد إن إحنا بحاجة لمريض قلب علشان نفعل له عملية. وأنت كن لا ضاقت عليك الدنيا ارجع لله، اترك البشر، لأن الله هو الذي بيسخر لك عباده. والسلام عليكم.